السلام عليكم واهلا بكم متابعي مقهى الرياضة الاعزاء، لا تنسوا دعمنا بلايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد اولا باول. العناوين: حظ ريال مدريد العاثر يكلفه 9 نقاط حتى الان ويمنح الصدارة للبارسا. سوق الانتقالات الشتوية: راتب خيالي في عقد هالاند المحتمل مع مانشستر يونايتد. نجم برشلونة مطلوب في بوكا جونيورز بامر ريكيلمي الاسطورة. قرار زيدان يسعد مهاجم ريال مدريد. مورينيو: ميسي يجعل من يدربه الافضل في العالم. ريال مدريد يزاحم برشلونة على لوتارو مارتينيز. استضاف ريال مدريد خلال الأيام الماضية فريق أتلتيك بلباو لخوض مواجهة الجولة 18 من الليغا، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف. وأسهم تعادل الميرينج أيضا بالأمس القريب في انفراد برشلونة بصدارة الترتيب برصيد 39 نقطة وبفارق نقطتين عن كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان. وفي مباراة أتلتيك بلباو عانى ريال مدريد من سوء الطالع، وواجه الفريق بالأمس العديد من المشكلات أبرزها عدم دقة التصويب على مرمى الخصم، وعند تجاوزه هذا الأمر وجد أمامه عملاقا يسمى أوناي سيميون، وإذا لم يكن هناك سيمون فإن العارضة تتقمص دور حارس المرمى وتقف حائلا بينه وبين هز الشباك الخصم. وأمام بلباو ارتطمت الكرة في العارضة 3 مرات، أولها تسديدة لاعب الوسط الألماني توني كروس، والثانية والثالثة كانت في كلتا رأسيتي المدافع الإسباني ناتشو هرنانديز والمهاجم الصربي المتألق لوكايفيتش. وأسهمت تلك الكرات الثلاث بشكل كبير في انتهاء المباراة بالتعادل وابتعاد البارسا بصدارة الترتيب بفارق نقطتين. وخلق ريال مدريد بالأمس 20 محاولة للتسجيل، 10 منها على المرمى ومثلها خارجه، أبرزها الثلاث كرات التي ارتطمت بالعارضة. وبالحديث عن هذا فقد أسهم سوء الحظ في خسارة الفريق ل9 نقاط جاءت على النحو التالي: أمام بلد الوليد 1-1، وفياريال 2-2، وبرشلونة 0-0، وأتلتيك بلباو أيضا 0-0، وأمام مايوركا 0-1. وفي مواجهتي ليفانتي وليغانيس لم تؤثر الكرات التي ارتطمت بالعارضة في النتيجة، ففي الأولى انتصر الملكي ب3 أهداف لهدفين، وفي الثانية انتصر بخماسية نظيفة. أما عن كريم بنزيما فهو الأسوأ حظا في الدوري، وكان كريم في قائمة الفريق والدوري الإسباني الأسوأ حظا، إذ ارتطمت 5 كرات له بالعارضة، يليه لوكايوفيتش بكرتين وواحدة لكل من لوكاس فاسكيز وإيسكو وتوني كروس وناتشو مونريال. وإلى إيرلينغ هالاند. من المتوقع أن ينضم المهاجم النرويجي المتألق إيرلينغ هالاند إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عندما يتم فتح باب الانتقالات الشتوية في بداية الشهر المقبل. وقد تكلف مهاجم ريد بول سالزبورغ النمساوي الشياطين الحمر ما يصل إلى 76 مليون جنيه استرليني وفقا للتقارير الصادرة. أصبح هالاند واحدا من أكثر المهاجمين رواجا في عالم كرة القدم بعد بداية رائعة موسم 2019-2020، حيث سجل النرويجي الدولي 28 هدفا في 22 مباراة فقط، 8 من هذه الأهداف جاءت في دوري أبطال أوروبا. الشاب الذي ولد في ليدز وهو ابن لاعب مانشستر سيتي السابق ألفينج هالاند مرتبط بالانتقال لمجموعة من أفضل الأندية الأوروبية في الأشهر الأخيرة، لكن الشياطين الحمر يبدو أنهم هم المرشحون الأفضل للفوز بالسباق والحصول على توقيعه. وحصلت صحيفة ذا صن البريطانية على معلومات حول عقد الشاب المقترح في مانشستر يونايتد. إنهم يدركون أن هالاند سيعزز أجوره بمعدل 10 مرات، إذا أو ربما ينبغي أن يكون ذلك عندما ينضم إلى عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز. وهو يكسب حاليا 20,000 جنيه استرليني أسبوعيا في سالزبورغ، لكن يونايتد مستعد أن يدفع له 200,000 جنيه استرليني ليصبح المهاجم الجديد للفريق. وسيكون هالاند قادرا على زيادة راتبه بفضل عدد من الحوافز المدرجة في العقد، حيث سيكسب المزيد من المال عن طريق تسجيل الأهداف، بينما سيكون هناك أيضا مكافأة مالية إضافية إذا فاز بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز. يحلم لاعب كرة القدم السابق ونائب رئيس نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني الأسطورة خوان رومان ريكيلمي بضم لاعب برشلونة أرتورو فيدال إلى فريقه الأرجنتيني. وذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو المقربة من برشلونة أن أرتورو فيدال مطلوبا في العديد من الأندية في الميركاتو، أحدها سيكون نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، حيث يحلم نائب الرئيس خوان ريكيلمي بأن يرتدي اللاعب التشيلي قميص بوكا جونيورز. وأوضحت الصحيفة أن القوة المالية لبوكا جونيورز ليست بعيدة عن القوة التي يتمتع بها الأندية الأوروبية الكبرى، وهذا هو السبب في أن ريكيلمي يخطط لجلبه إلى بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين. وكان أرتورو فيدال تحدث في تصريح سابق عن نادي بوكا جونيورز منذ بضعة سنوات قائلا: أود أن ألعب معهم. عندما يدخل لاعبي بوكا جونيورز إلى الملعب تشعر بأنك تعيش في عالم آخر مع الجماهير. ويبقى أن نرى هل يستطيع ريكيلمي إقناع فيدال باللعب لصالح البوكا أم سينجح قادة البارسا في الاحتفاظ به لنهاية الموسم.
أكد الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الحالي لريال مدريد الإسباني التزامه التام باتجاه اللاعب الصربي لوكا يوفيتش عام 2020. وكان زيدان قد سئل هل ستطلب التوقيع مع مهاجم جديد في سوق الشتاء، فأجاب زيدان برد قاطع قائلا لا بالتأكيد لا. وأوضح موقع ديفينسا سنترال الإسباني أن إجابة زيدان بشأن عدم نيته في طلب ضم مهاجم جديد في شهر يناير المقبل هي إشارة واضحة وقوية للغاية لعدم حاجته لتعزيز هذا المركز في ظل وجود كريم بنزيما ولوكا يوفيتش. وأكد الموقع أن نية زيدان بعدم التوقيع مع مهاجم رقم 9 في سوق الشتاء هو خبر سار للمهاجم الصربي لوكا يوفيتش الذي سيحاول أن يثبت نفسه أمام زيدان بداية من العام الجديد بعد بدايته السيئة بقميص الملوك. وكان لوكا من أفضل المهاجمين في الدوري الألماني بالموسم الماضي، سجل 27 هدفا وصنع 7 آخرين، وذلك في الدوري الألماني والدوري الأوروبي بالموسم الماضي مع إنتراخت فرانكفورت الألماني. ظهر المدير الفني لفريق نادي توتنهام الإنجليزي البرتغالي جوزيه مورينيو في لقاء صحفي مع شبكة جيف مي سبورت الرياضية الإنجليزية، كشف فيه عن رأيه في مهاجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي وتقييم مبارياته أمام اللاعب الأرجنتيني. في البداية صرح مورينيو قائلا لقد واجهت ميسي مرات عديدة عندما كنت مدربا لتشيلسي وريال مدريد وإنتر ميلانو، وانتهت اللقاءات بنتائج مختلفة أحيانا بالفوز وأخرى بالهزيمة أو التعادل. عندما تواجه ميسي تريد فك شفرة لعبه وفهم طريقة لعبه أيضا، فيكون الوقت متأخرا جدا فإنه يفاجئك بشكل دراماتيكي ومذهل وينهي اللعبة لصالحه بلمسة. وأردف مورينيو ميسي يجبر جميع المدربين على الدراسة والتحليل والبحث قبل مواجهته، لأنه دائما ما يفعل كل ما هو غير متوقع حيث يباغتك قبل أن تكتشف طريقة لعبه. باختصار ميسي يجعل من يدربه الأفضل على الإطلاق لأنه يزيد من مستوى الفريق بشكل عام ولا يحتاج من يدربه إلى مجهود لتوظيفه. الجدير بالذكر أن جوزيه مورينيو واجه اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي عدة مرات، وعلى الرغم من تفوق مورينيو في بعض الأحيان فإن ميسي كانت له اليد العليا في النهاية نتيجة وأداء. انضم نادي ريال مدريد الإسباني مؤخرا إلى سباق الطامحين في التعاقد مع لوتارو مارتينيز لاعب نادي انتر ميلان الإيطالي، وذلك في إطار سعي النادي الملكي لتدعيم مركز المهاجم الصريح. وكان لوتارو برز كواحد من أفضل المهاجمين في العالم هذا الموسم، سجل 16 هدفا في 23 مباراة خاضها بمختلف البطولات مع النيراتزوري، مع تكوينه ثنائية مميزة مع روميلو لوكاكو. وكما كان معروفا كان ينظر إلى الدولي الأرجنتيني كالخيار الأول والأبرز لخلافات لويس سواريز لاعب برشلونة، غير أن ريال مدريد هو الآخر دخل على خط المفاوضات مع صاحب 22 عاما. وبحسب ما أوردته تقارير من الصحافة الإسبانية فإن الملكي لديه فرصة أقوى في الظفر بخدمات مارتينيز عن البارسا على أن تكون هذه الصفقة في الصيف المقبل. كتيبة زين الدين زيدان كانت قد دعمت صفوفها في الصيف الماضي بالتعاقد مع لوكا يوفيتش في مركز المهاجم الصريح، لكن الفرنسي زين الدين زيدان سينتظر حتى نهاية الموسم، عسى أن يتأقلم اللاعب ويظهر نفسه بشكل أفضل. لوتارو مارتينيز سيكون الخيار المثالي بكل تأكيد في حال عدم نجاح الصربي، والآن يعد على رأس لائحة اللاعبين الذين يسعى الريال للتعاقد معهم بناء على رأي زيدان، والذي يرى أن اللاعب بمقدوره أن يكون ثنائية مميزة مع الفرنسي كريم بنزيما. الجدير بالذكر أن لوتارو قد عبر للصحافة في أكثر من مناسبة عن سعادته بوجوده في الإنتر والعمل مع أنطونيو كونتي أيضا، في الوقت الذي أكدت فيه تقارير من إيطاليا أنه قريب من توقيع عقد جديد داخل ملعب سان سيرو. إلى هنا متابعي مقهى الرياضة انتهى حصادنا، شاركونا آراءكم في التعليقات. هل تتوقعون انتقال أرتورو فيدال إلى بوكا جونيورز أم أنه سيبقى في كامب نو؟ وأيضا هل سينجح لوكا يوفيتش بإثبات نفسه مع الميرينجي في النصف الثاني من الموسم الحالي أم أن للاوتارو مارتينيز وجودا محتمل في الريال؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا بلايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد أولا بأول.